الجو حر ومحتاره في الغدا، يبقى عليكِ بقى وعلى الفكرة الجامدة دي رهيبة. كل اللي عليكِ إن أنتِ هتجيبي كوباية من المَيّة الدافية، كوباية من اللبن الدافي، معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، وبعد كده تنزلي عليهم بحبايتين من البيض وتخلطيهم مع بعض كويس جدًا. بعد كده هنضيف بقى 3 كوبايات من الدقيق، ضفت أول كوبايتين من الدقيق عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وضبطت كمية الملح. طبعًا كمية الدقيق اختياري، أهم حاجة العجينة يكون قوامها في الآخر قوام وسط بالشكل ده. تمام؟ يعني ممكن تحتاجي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات من الدقيق. غطي بقى على العجينه وسيبيها كده تتخمر معاكي حوالي ربع ساعه. ضيفي عليها بقى لانشون متقطع لقطع صغيره، فلفل الوان، معلقه كبيره من البقدونس، وكمان شويه من الجبنه الموتزاريلا. اي بقى خضار متوفر عندك هتقدري ان انت تضيفيه واخلطيهم كويس مع بعض. وهتجيبي بقى طاسه على نار اقل من وسط، هتدهنيها دهنه خفيفه خالص من الزيت، وهتضيفي كده كبشه كبيره من العجينه، وافردي العجينه في الطاسه. وبعد كده اقلبي العجينه على الناحيه التانيه وضيفي كمان معلقه صغيره من الزيت علشان بس الفطاير تاخد لون جميل على الناحيتين. مش متوفر عندك الطاسه الصغيره، تقدري تستخدمي طاسه كبيره زي ما انا عامله كده. اهم حاجه ما شاء الله الكميه كتيره وما بتاخدش اي وقت نهائي. وعايزه اقول لكم بقى غدا مش تقليدي زي بتاع كل يوم. وبتمنى لو الفكره عجبتكم لايك بقى لاختكم.